تعالوا بقى نعمل النهاردة مع بعض الفشار بالكراميل. سهل جدا ومش مكلف وفي 5 دقايق. شوفوا الكمية دي لو هنشتريها من بره اصلا هتعمل كام، وما خدش وقت خالص. وبصوا الكمية معايا ما شاء الله كبيرة، وطعمه تحفة في منتهى الجمال. انا هنا لما بعمل اي فشار بحط الملح وبحط 2 باكت فانيليا في قلب الزيت واقلبهم الاول. ليه؟ عشان يبقى بصوا طعم الفشار كل واحد. لكن ما ينفعش ان احنا نرش الفانيليا كده بعد ما نخلص الفشار عليها من فوق، لا، جربوا وحطوا الفانيليا في قلب الزيت. هنقلب الذرة بتاعتنا كده لحد ما تبتدي تقطع معانا ونغطيها. انا هنا حسيت ان كمية الفشار قليلة، كنت احطهم على مرتين بس انا ضفتهم على مرة واحدة. شوف لو هنشتري كمية الفشار دي من بره اصلا هتكلفنا كام، واحنا كل اللي جبناه ب10 جنيه ذرة فشار وكيسين الفانيليا، وبقية الحاجات موجودة عندنا في البيت. هنفضل نقلب كده لحد ما الزيت يسخن معانا. اعملوا كل حاجة في البيت، ما تكسلوش ان انتوا تعملوا الحاجة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة. انا موطية النار عشان خاطر ايه؟ الفشار ما يتلسوعش معايا، يعني ما تستعجليش عليه وتعلي عليه النار. موطيه النار عليه. اهم حاجه توربي الحله كده عشان ما يعملش بخار في قلب الحله. هنحط هنا بقى في المرحله دي 3 معالق سكر كبار، وهنحط عليهم يا دوب ربع كوبايه، اقل من ربع كوبايه ميه. اهم حاجه السكر هنا، كرمله السكر ما بتاخدش وقت، يعني نقلب على طول عشان ما يغمقش معانا وما يمررش. وانا محضره ربع معلقه كربونات صغيره عشان لازم وهو اول ما السكر يتكرمل ننزل على الفشار على طول وهو سخن، ما نستناش عشان ما يجمدش. انا هنا وبقلب على طول عشان ما يغمقش مني، عشان هي اصلا الكميه قليله فهيتعمل بسرعه. جربوا الطريقه دي والله جميله جدا. ممكن برضو تعملوه بكذا طعم غير الكراميل، في اللي بطعم الجبنه والشطه، دي حاجات بتيجي من عند العطار حسب ما انتوا عايزين. هنا هو السكر ابتدى يتقل معايا وابتدى يتكرمل معايا. اهم حاجه افضل اقلب كده على طول عشان ما يتحرقش مني، لانه ما بيستحملش خالص. هنا الحروف ابتدت تغمق اهي، بس حلوه قوي كده. هنا بقى هنضيف الكربونات على طول ونقلب على طول عشان هيفور معايا. في المرحله دي بقى ننزل بيها على الفشار على طول، ونقلب على طول ما نستنيش عشان هو بيمسك في ثانيه. وتاخدوا بالكم برضو عشان بيبقى سخن جدا. نجيب بقى صينيه كبيره، او انا عندي صاج كده حطيت فيه ورق فويل وحطيت ايه صبيت فيه الفشار على طول، ونسيبه بس 5 دقايق، وبعد كده نعمله من بعض نفرطه من بعض اهو. والله طعمه في منتهى الجمال، وما شاء الله عمل معايا كميه كبيره. ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم يا حبايبي، واحب اسمع تعليقاتكم.